اهلا هبه، اهلا وسهلا. مرحبا، كيف اهلا وسهلا، شرفتونا. مرحبا. يا اهلا وسهلا. وفاء حبايب اصدقائنا، شرفتنا. يا اهلا وسهلا. اهلا غسان، شرفتونا. اهلا وسهلا. اهلا سامر، يا اهلا وسهلا. وفاء ووليد اصدقائنا، اهلا وسهلا. شرفوا تفضلوا. وليد اذا بتريد اعطيني. يعني هو الوقت مو مناسب لهيك زيارات، بس شو بدنا نعمل ظرف حكم يعني. لا الله يسامحك، شرفونا انتم بدكم. اهلا وسهلا فيكم. عزة، هاي الهدية إلك باسم الشلة كلها. شكرا كتير، عذبتوا حالكم. ما بدك تفتحيها؟ ايه طبعا. كتير حلوة، كتير. شكرا عن جد، شكرا. طبعا الماسة مو حقيقية؟ ساعدك فيها؟ لا بظن بيمشي الحال. كتير كتير حلوة، كأنها حقيقية. كيفك استاذ امجد؟ الحمد لله ماشي الحال. اخر مره التقينا فيها كانك قلت لي عم تكتب مجموعه قصص مدري ديوان شعر. ديوان شعر؟ لا اكيد لا، للاسف لاني انا مالي شاعر. وليش للاسف؟ ما بعرف، بس بحس انه الشعر شغله سماويه، بينما العكس تماما، النثر شغله كثير ارضيه. طيب حاول. حاولت اكثر من مره، بس اذا بدكم هلا ممكن اعترف لكم بشغله ما سبق وحكيتها لمخلوق. هات لنشوف. سر يعني. تقريبا. شوقتنا. هذا بهالزمانات كان عمري تقريبا شي 15 16 سنه. كتبت مجموعه قصائد لصبيه كانت عايشه عنا بالحاره واسمها عزه. ايامكم. طبعا كنت حبها، كنت موت فيها. الحقيقه انه هذيك القصائد كانت سخيفه، عن جد كانت سخيفه، رغم هون الاعتراف اني سرقت نصها او حتى ثلاث ارباعها من شعراء كثير كبار مثل نزار قباني ومحمود درويش، الله يرحم الاثنين. يعني سرقت. عادي يعني. سرقت كلمه من هاد وكلمه من هاد، كنت ركبهم على بعض وقول انه هي القصيده الي وبعدهم لعزه. طبعا اكيد ما كانوا يعجبوكي. ايه والله ما عاد متذكره. استاذ امجد، على فرض بالمستقبل صرت كاتب مشهور، فيك تعترف بهيك شيء علنا بالصحافه او التلفزيون؟ طبعا، ما انا كنت مراهق وقتها يعني، والمراهق مثل ما بتعرفوا بيرتكب كثير حماقات. بعدين يا سيدي حتى لو ما كنت مراهق هذا خطأ، وانا شخصيا بشوف انه هذا حق طبيعي من حقوق الانسان انه يخطئ، بس طبعا ضروري جدا انه يصلح هذا الخطأ. حلو كلام جميل. حلو. رح اقوم اعمل لكم قهوه. شو اوان بدك تتخلصي منها؟ هي قهوه اهلا وسهلا. وأنا رح أقوم معك. عفوا تفضل. شكرا. شو وليد؟ تعال شاركنا. عم بسمع. مبسوط.